السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأكلة وصفة سهلة. هعمل معاكم النهاردة أكلة بسيطة وسريعة كلنا بنعرف نعملها، وهي الملوخية الخضراء. بس هبقى أقول لكم في الآخر كده إزاي ممكن نخزنها وأنهي طريقة بتبقى ناجحة في تخزين الملوخية الخضراء. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. الأول هبدأ في أول خطوة في تخزين الملوخية. هجيب حلة وهنحطها على النار، وهنجيب طبق من الشوربة وهنسيبه يغلي. اول ما يغلي غلوة واحدة هنجيب بقى الملوخية اللي احنا لسه خرطينها بالمخرطة، خرط حلو ناعم كده. وطبعا ملوخية المخرطة هي دي انجح ملوخية بصراحة. كل الطرق التانية ماشي كويسة، بس دي افضل طريقة بصراحة. هي اللي بتطلع معانا ملوخية ناجحة، ان احنا نقعد ونتعب ونخرطها بالمخرطة. دلوقتي اول ما الشوربة تغلي هنزل عليها بالملوخية على طول. طبعا احنا هنحط طبق شوربة واحد صغير. هننزل بقى بالملوخية اللي احنا خرطينها كلها، وهنديها تقليبة واحدة كده على النار وهي بتغلي. احنا عايزينها تاخد بس يعني ايه غلوة واحدة بس مش اكتر. وطبعا احنا هنحط الملوخية لحد ما الملوخية كلها تدوب كده في الشوربة، وتبقى يابسة او تبقى تقيلة زي ما انتوا شايفين كده. لو هتخزني كمية ملوخية اكتر من كده وحسيتي ان هي مكلكعة معاكي قوي، ممكن تزوديها شوربة برضو مفيش مشكلة. المهم ان احنا عايزينها تبقى تقيلة قوي ولفة، بس في نفس الوقت يعني مش مكلكعة مش ماسكة في نفسها. احنا عايزينها تبقى تقيلة قوي بالصورة اللي انتوا شايفينها دي. بس كده هطفي عليها النار بقى على طول. بعد كده هنسيبها تبرد خالص، وهنشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. بعد كده هجيب حلة تانية علشان هاخد شوية من الملوخية دي وهطبخها. هحط فيها بقى كمية الشوربة اللي انا عايزاها، او على قد كمية الملوخية اللي انا هطبخها. بعد كده هستنى على ما الشوربة تغلي، وهحط عليها كبشتين 3 من الملوخية. زي ما انتوا شايفين الملوخية تقيلة جدا ونازلة بتنزل كده مرة واحدة، يعني ما هي سائلة خالص ولا حاجة. انا هنا حطيت كبشتين وهقلبهم. بعد كده لو احتاجت حسيت ان هي خفيفة هزود كمان كبشة. هنجيب بقى المضرب وهضرب بيه علشان هو اللي بيحسسنا بالقوام بتاع الملوخية. طبعا الملوخية الخضراء لما بنبقى غسلينها وبنخرطها بالمخرطة بتعمل رغوة على الوش بيضة كده. الملوخية لما بنبقى غسلينها بالمية كويس وبنبقى لسه مخرطينها بتعمل رغوة زي ما انتوا شايفين كده. انا هحاول بقى اشيل الرغوة دي، هي كده كده بتروح لوحدها بعدين، بس انا هشيلها بس دلوقتي كده. متهيألي القوام ده كده مناسب، قوام وسط حلو قوي. احلى حاجة الملوخية لما تبقى مظبوطة، ما تبقاش تقيلة قوي وما تبقاش خفيفة قوي. بعد كده هجيب بقى الطاسة اللي هنعمل فيها طشة الثوم. هحط فيها معلقة من السمنة او من الزيت، وهحط فيها معلقة من الثوم. هقلبه مع بعضه كده مجرد بس ثواني كده، وبعد كده هحط عليه معلقة من الكزبرة الناعمة. انا هنا هحط رشة خفيفة كده من الكزبرة الناعمة، حوالي نص معلقة صغيرة مش اكتر. ما تكتروش برضو في الكزبرة كتير علشان ساعات بتبقى باينة في الملوخية كده واحنا بناكل، بتبقى باينة كده تحت السنان كده، بتبقى ملمسها مش لطيف. بعد كده هنحط بقى طشة الثوم وهخليها بس هي تاخد غلوة واحدة بس. هقلب الثوم فيها كده وهطفي عليها على طول. خلاص كده انا طفيت النار وهروح بقى علشان اشوف الملوخية اللي هخزنها. زمانها بردت دلوقتي، ودي بقى الملوخية اللي فاضلة اللي هخزنها. هديها تقليبة كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين لفة ازاي وتقيلة. هو ده التقل اللي انا عايزة اخزنها بيه. صدقوني لو عملتوها بالطريقة دي هتطلع معاكم ملوخية ناجحة جدا. الملوخية الخضراء لما بنخزنها وهي ناشفة عن كده بتبقى مسقطة في الاكل، وبتبقى عاملة زي الملوخية الناشفة، ما بيبقاش فيها عرق خالص. لكن انت عشان تاخدي منها عرق وتبقى تحفة جدا حط لها شوربة زي ما انا حطيت لها كده، وممكن لو زيادة عن كده شوية كمان هتبقى حلوة برضو، بس المهم ما تبقاش ناشفة. بعد كده هجيب كيس صغير من الكياس اللي بنخزن فيها الخضار، وهحط فيها الملوخية. الكيس طبعا بيبقى احسن من الاطباق بكتير قوي، بيحافظ على الملوخية وما بيخليش اي هوا يدخل فيها. بعد كده جبت طبق وحطيت فيه الكيس علشان بس اعرف اتحكم فيه. طبعا انت هتحطي في الكيس على قد الطبخة اللي انت هتعمليها. بعد كده بقى هفرد الملوخية في قلب الكيس بحيث ان ما يبقاش فيها هوا خالص. هنفردها بايدنا كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هنربطه، او ممكن نتنيه كده وخلاص. ممكن تتنيه كده وبلزقة تحطيها، وممكن تربطيه. انا هربطه بيبقى محكم اكتر طبعا لما بنربطه. اول ما بيجمد في الفريزر خلاص بقى انتي بتحطيه وتسيبيه بقى يتشقلب في الفريزر. يطلع فوق ينزل تحت ما فيش اي مشكلة. طبعا انا حطيت الملوخية في الكيس بعد ما بردت تماما، هشيله بقى على طول وهحطه في الفريزر.
وبكده اكون خلصت معاكم طبيخ الملوخية وطريقة تخزينها. طبعا انا عملتها على شوربة فراخ. الملوخية طبعا ما تحلاش غير بشوربة الفراخ او بشوربة اللحمة، بتبقى جميلة جدا. ودي طبعا فراخ مسلوقة عادية جدا، مش اكيد يعني ما كلكم عارفين بتتسلق ازاي وبتتعمل ازاي، فما حبيتش اضيع من وقتكم. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى اكون عرفت افيدكم بحاجة، وبألف هنا وشفا.